زعلان علشان احنا قاعدين معاكم؟ لا يا امال ابدا، حد يزعل لما ابنه يعيش معاه؟ ابدا يا بنتي ابدا، ولا تفكري في حاجات زي كده. والنبي يا ماما اوعي تقولي لسمير ان انا قلت لك حاجه، اوعي يا ماما. نعم نعم يا ست ام سمير، بتقولي يسكن لوحده علشان ما يرجع لهاش الا وش الصبح؟ اذا كان هو ساكن معانا بيرجع في نص الليل. مش لسه صغير يا ابو سمير؟ ولما هو لسه صغير كان بيتجوز ليه؟ هو لعب عيال يا انيسه؟ ما يقعدش مع الست بتاعته ليه؟ وراه ايه بره؟ جالك كلامي؟ ولسه ياما هيحصل. ما فاتش شهرين واحنا في ثالث شهر. جالك كلامي يا ام سمير. عاوز افرح بابني، عاوز اتهنى بسمير. قصدك نسيبه يسكن لوحده؟ ذنبك على جنبك، انا اللي ما كنتش عاوز اسيبه يتجوز وهو لسه عيل. اللي انا بدي افهمه، انت قلت لام ايه بالظبط يا امال؟ ما قلتش حاجه يا سمير. يعني عرفت من نفسها اننا عاوزين نسكن لوحدنا؟ واحنا خلاص هنسكن لوحدنا. تفتكر لحد امتى هفضل طايق السجن اللي انا فيه وابويا عامل في البيت مدير زي ما يكون فاكر موظفين عنده في المصلحه؟ هو انا صغير؟ عاوزني اعمل ايه؟ امضي على ساعه الحضور والانصراف؟ ما انت بتتاخر كتير يا سمير. ايوه بتاخر دلوقتي، لكن لما اكون عايش لوحدي مش هتاخر. ايه اللي يخليني اقعد بره ما دام يبقى لي بيت لوحدي؟ مش ده الكلام اللي قالته ماما يوم كاتب الكتاب يا سمير؟ ايوه يا امان، لكن ابوك راح اتفق مع بابا وقال له يا اما يسكنوا عندك يا اما يسكنوا عندي، وطبعا ما كانش ممكن نعيش عندكم مع اخوكي حسين والست بتاعته. طب اهو حسين ما نقول اسكندريه الشهر الجاي يا سمير. مش ممكن يا امان، ما اقدرش اعيش لا مع اهلك ولا مع اهلي، لازم